هو ده بقى يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيه دايما يعني. هو ده رمضان صبحي دلوقتي، هو النموذج للاعب اللي عقله بيضحك عليه، اللي تفكيره بيخدعه. هو ده بالظبط يعني. رمضان صبحي ساب الاهلي وراح بيراميدز، حقه طموح بقى وحركات والكلام ده، حقه جدا جدا يعني. طيب، من ساعة ما راح بيراميدز حد سمع عنه حاجة؟ حد يعرف حاجة عن رمضان صبحي؟ من وقت ما راح بيراميدز واحنا بنسمع عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، أو انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك. تمام. هو نفسه هو مش عارف هو في ايه، هو نفسه رمضان صبحي مش عارف هو في ايه. حتى اي حد دلوقتي يتوقع انتقال رمضان صبحي لأي نادي، حتى لو رجع النادي الأهلي، الكل متوقع فشله. الكل متوقع وشايف ان هو هيفشل في اي مكان هيروحه. ليه؟ لان مستواه بيقول كده. مستواه بيقول كده، واللي هو قدمه مع بيراميدز خلال سنتين او ثلاثة او اربعة، ما عملش حاجة خالص خالص. ما حققش اي حاجة مع بيراميدز. فبالتالي هو بالنسبة للكل دلوقتي هو فاشل. بس خلاص، بس كده. شوف بقى انت، في قارن انت بقى كده لما ساب النادي الاهلي، وقت ما كان في النادي الاهلي وكان في خناقة عليه، كانت الدنيا كلها نفسها في رمضان صبحي. رمضان صبحي يا جدع 60% من قوة الفريق. شفت بقى الاهلي بيعمل ايه؟